السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعل من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها مش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال الفيديو، شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافه كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديده اللي جوجل بلاي بتنزلها واللي بتسهل على الناس حياتها وبتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كورنسيز دايركت. التطبيق ده مساحته 37 ميجا، محمله اكتر من 50,000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بارسال الاموال داخل او خارج البلد اللي انت فيها، والدفع عن طريق التطبيق ببطاقة فيزا بتستلمها. بتقدر البطاقة دي تتقبل في أي مكان بيتقبل فيه ماستر كارد. بطاقة فيزا مدعومة من ماستر كارد نفسها، من شركة ماستر كارد. بتقدر من خلال التطبيق ده إن أنت لو عايز تحول فلوس لأي دولة في العالم فأنت بتقدر تحول الفلوس. التطبيق ده تطبيق أوروبي أصلا، شغال في قارة أوروبا. بيتعامل بمعظم العملات بتاعت دول العالم، يعني دولار امريكي، يورو، روبيا هندية، ين ياباني، يوان صيني، دولار كندي، دولار منغولي. العملات دي كلها بيقدر ان التطبيق يتعامل بيها، ويقدر ان هو يحول لك باي عملة انت عايز تحول بيها للبلد اللي انت عايز تحول ليها فلوس. ويقدر ان هو يعرفك سعر الصرف كام، ويديك سعر صرف زي سعر البنك بالظبط، مش بيكون مغلي عليك حاجة. والفيزا بتقدر انت تستلمها وتقدر انت تدفع بيها في اي مكان، وتقدر ان انت يعني تحط فلوس على التطبيق من خلالها، وتقدر ان انت تعمل بيها زي فيزة البنك بالظبط. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية واللغات متعددة كتير. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجوده على القناه، وبالذات الفيديوهات اللي بقالها فتره طويله، كنت تقول لك انتوا ليه مش شايلين كل الحاجات الايجابيه وليه مش شايلين كل الحاجات السلبيه. ده ببساطه لان وقت شرح تطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. اما لو نشأت الفيديو بعد نزوله بيوم، بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها عن التطبيق اللي موجوده في التطبيق بالظبط. وشكرا، سلام عليكم.